بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يوميات سليم والبنات وفيديو جديد. النهاردة يا جماعة نعمل لكم أكلة ترندي موجودة في الوطن العربي كله، وعندنا في مصر هنعمل دونر الكباب. بصراحة يا جماعة أكلة جامدة جدا، يا ريت كلكم تجربوها. المكونات معانا عبارة عن نص كيلو لحمة مفرومة، قطعة ليا، التوابل عبارة عن ملح، فلفل أسمر وكمون وبابريكا وجنزبيل، ومعانا توم باودر وبصل باودر. معانا كمان يا جماعة تومة مبشورة، بصلتين صغيرين أو بصلة كبيرة، معانا كوباية زبادي، ومعانا معلقة زبدة. هنبدأ نقلب كل المكونات دي ببعضيها علشان المكونات تدخل في بعضيها. يا ريت يا جماعة كلنا نصلي على النبي في التعليقات علشان انتوا تاخدوا ثواب واحنا ناخد ثواب، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان عايزين نكبر ونعمل عيلة كبيرة على اليوتيوب بفضل دعمكم لينا. ما تنسوش يا جماعة تشيروا القناة لأصحابكم، واكتبونا في التعليقات لو في طريقة معينة حابين نعملها لكم، أو حابين مثلا نعمل لكم فلوجات. فياريت يا جماعة تتفاعلوا معانا علشان القناة تكبر بفضل دعمكم لينا إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نخلط كل الخليط في بعضيه. بصراحة يا جماعة الطريقة دي جميلة جدا، وكان طعمها تحفة. هنبدأ دلوقتي معانا الكبة. هناخد كل الخليط ده بعد ما قلبناه كويس على الكبة، عايزين نفرمه ناعم علشان كل المكونات تدخل في بعضها. زي ما حضراتكم شايفين خدناها وش تاني علشان تنعم. كبة يا جماعة أو مفرمة أي حاجة، بحيث إن احنا عايزين اللحمة تنعم معانا على قد ما نقدر. أدينا بدأنا نفرم اللحمة ناعم زي ما حضراتكم شايفين. طبعا معانا ورق زبدة، هنجيب ورق الزبدة يا جماعة، هنبدأ نفرد جزء ورق تحت وورق فوق، ونبدأ كده بالنشابة نفرد العجينة بتاعتنا واللحمة بتاعتنا علشان عايزينها تنعم خالص، بحيث تعمل رقات زي ما حضراتكم شايفين اهو. طريقة سهلة جدا وبسيطة. حطينا اللحمة، ورقة زبدة من تحت ورقة زبدة من فوق، معانا نشابة، هنبدأ نفرد بالنشابة ننعم على قد ما نقدر بحيث إن اللحمة تبقى ناعمة عشان تدينا رقات زي رقات الشاورما بالظبط. هي الفكرة بتاعتها يا جماعة عبارة عن شاورما دونر، هو زي الشاورما بالظبط، بيدينا رقات ناعمة. زي ما حضراتكم شايفين بالنشابة هنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا كويس علشان تبقى ناعمة وتبقى خفيفة ورقيقة. فردنا دلوقتي بالنشابة اهو. بس يا ريت يا جماعة وانتوا بتفردوا تراعوا ان اللحمة ما تخرجش من الجوانب، وكمان ميبقاش فيه كتل عشان ما تعملش معانا قطع كبيرة. فردنا، لفينا، هنلف الرول بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا نكون مجهزين صينية أو طاجن اللي احنا هنعمل فيه. هنبدأ نشيل الرول نحطه في الصينية بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. وده يا جماعة كان شكل الدونر الكباب وهو في الفرن. هنبدأ دلوقتي ندخل يا جماعة نعمل السلطة بتاعتنا اللي احنا هنحطها على الدونر. معانا طماطم، بصل، فلفل، ومعانا خضرة. التوابل عبارة عن نص معلقة سكر ونص معلقة ملح وسماق، ومعانا خل. هنبدأ وبصلة. هنبدأ نقلب كل الخليط ده ببعضيه. بصراحة يا جماعة السلطة ريحتها جامدة جدا، دي هنضيفها على الكباب بتاعنا. قلبنا السلطة كويس جدا. هنركنها دلوقتي يا جماعة السلطة علشان ندخل نعمل مع بعض سلطة الطحينة اللي هنضيفها على الدونر بتاعنا. خلاص يا جماعة ده كان شكل السلطة اهو، قلبناها كلها ببعضيها. سلطة يا جماعة جميلة جدا ومفيدة، قلبناها كلها مع بعضيها زي ما حضراتكم شايفين، وحطينا عليها كمان دبس الرمان. خلاص يا جماعة نركن السلطة، هندخل دلوقتي نعمل الطحينة. معانا معلقة طحينة كبيرة أو معلقتين، كوباية زبادي، معانا ليمونة، ومعانا خل. التوابل عبارة عن كمون وفلفل أسمر وملح ومعلقة سكر صغيرة. هنبدأ نقلب كل الخليط، هنضيف الطحينة والزبادي والتوابل كلها على بعضها، هنعصر الليمونة بتاعتنا. هنبدأ نضرب كل ده بالخلاط في المضرب ضربة كويسة. ده يا جماعة كان شكل الطحينة بتاعتنا. طبعا الطحينة احنا هنضيفها على الدونر. في الوطن العربي يا جماعة بيضيفوا صلصة
بيعملوها بتبقى عبارة عن طماطم وزبدة بيشوحوها على النار، بس احنا عندنا هنا مبنفضلش نحط الصلصة على الشاورما عموما، فاحنا بنعمل الطحينة بتبقى طعمها جميل وخفيف. هنضرب كل ده يا جماعة ببعضيه. وده كان شكل الدونر بتاعنا لما طلعناه من الفرن. كان عبارة عن زي ما حضراتكم شايفين الرول زي ما لفيناه. هنبدأ نفك الرول بتاعنا كويس من ورق الزبدة. لو حسيت إن هي مستوتش من جوه ممكن تديها تقليبة على النار عادي جدا، مفيش مشكلة. هي قعدت في الفرن من حوالي 40 ل45 دقيقة، يعني من ساعة إلا ربع تقريبا. قلبناها يا جماعة كويس اهو. هنبدأ دلوقتي مجهزين العيش السياحي معانا الصغير. هنبدأ نعبي السندوتشات بتاعنا. هنحط الدونر الكباب بتاعنا من تحت، عليه سلطة وعليه الطحينة. وبألف هنا يا جماعة وشفا على صحتكم. بصراحة أكلة جميلة جدا ومفيدة وكمان سريعة، يعني تتحضر ممكن ساعة بالظبط يكون الأكل جاهز. وتغيير، يعني احنا طول الوقت بناكل اللحمة عادي، فنعمل طريقة جديدة علشان الأولاد يبقى حابين الحاجة. أنا عملتها الأولاد فرحوا بيها جدا واتبسطوا، حاجة جديدة وإن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. وياريت تكتبولي في التعليقات يا جماعة الطريقة دي عجبتكم ولا لأ. تعالوا كده ندوق ونقول رأينا ايه بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نعبي. أنا معايا نص كيلو لحم مفروم، عمل حوالي 10 ترغفة. بصراحة كمية جميلة. والأولاد كلوا واتبسطوا. أنا دلوقتي يا جماعة بدوق هنا الدونر أهو، طعمه جميل جدا. وبصراحة أنا أول مرة أعمله، بصراحة كان جميل جدا. لو وصلت معايا اللحظة دي في الفيديو ياريت تصلي على النبي في التعليقات. والسلام عليكم.